بجد لازم تجربوها يا جماعه وتقولوا لي رايكم اول ما تجربوها. بصوا اول خطوه معايا بضيف 4 بيضات بحراره الغرفه وعليهم كيسين فانيليا ومعلقه كبيره خل سكر. نضربهم مع بعض كويس لحد السكر ما يدوب والقوام كده يتضاعف. بسم الله. بصوا انا ضربت البيض بالسكر لحد السكر ما داب خالص وقوام البيض كده فتح وتضاعف معايا خالص. شايفين بقى لونه كده؟ يعني قعدت حوالي 6 أو 7 دقايق اضرب فيه بالمضرب. هضيف عليه بقى دلوقتي كوبايه ميه سخنه مغليه، وما تستغربوش خالص الميه السخنه دي هتطلع كيك الفادج معانا هش وطري جدا. يعني ما ينفعش نستبدلها بكوبايه ميه عاديه. وكوبايه الا ربع زيت. ودي نص معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان عليها معلقه ميه. اي كيكه او تورته بالشوكولاته بتحطوا عليها نسكافيه كده بيعزز النكهه قوي وبيخلي طعم الشوكولاته واضح كده وحلو. ادوبهم كده مع بعض بس الاول نص معلقه صغيره بس واضيفهم. اقلبهم برده تقليبه خفيفه كده مع بعض. احنا كده خفقنا المواد السائله كده كلها مع بعضها. المواد الجافه بقى كلها لازم تتنخل عشان برده الكيكه تطلع معانا هشه. دي كوبايه ونص دقيق، عليها نص كوبايه كاكاو خام، كاكاو خام اسباني اللي هو بتاع الحلويات، ومعلقه كبيره مليانه بيكنج باودر، وربع معلقه صغيره بيكنج صودا. هضيف بقى خليط الدقيق ده كده على مرحلتين واضرب يا دوبك بس لحد القوام ما يختفي. ما ببالغش خالص في الضرب عشان التورته او الكيكه ما تطلعش معايا ناشفه، بس هضيفه على مرتين عشان ما يهبطش الكيكه. بصوا مهمه قوي برده الخطوه دي. بعد ما خلصنا كده بالمضرب الكهرباء لازم باي سباتيولا سيليكون كده او اي معلقه خشب اقلب الخليط كده شويه. ده بيساعد ان لو في دقيق او اي حاجه تحت ما اتخلطتش كويس تتقلب كويس، وبيساعد برده التقليب ده من تحت لفوق كده ان هي تطلع معايا هشه. بس اهم حاجه من تحت لفوق كده عشان الهواء اللي احنا دخلناه بتاع البيض ما يخرجش تاني. اقلب بس اتاكد ان الدقيق اختلط وان الخليط اتقلب بخفه. بصوا الصينيه اللي هعمل فيها الفادج كيك صينيه مقاس 24 وحطيت فيها ورقه زبده مقاسها. ورقه الزبده هنا مهمه قوي في الوصفه عشان تعرفوا تطلعوا الكيكه اول ما تستوي. اصب فيها بقى الخليط. بسم الله. اخبطها خبطتين كده واطلع الهواء، وبعد كده هدخلها على فرن سابق التسخين على حراره 200 في الرف الوسطاني. بصوا بقى هنعمل الجناش بتاع الفادج كيك، وده جناش اقتصادي موفر هنعمله باللبن. هو الطبيعي ان الجناش بيبقى شوكولاته وكريمه، بس احنا النهارده هنعمله موفر باللبن والشوكولاته. دي كوبايه الا ربع لبن، عليها كيس كريم شانتيه زي ده كده، او لو عندكم كريم شانتيه سايب ما يعادل 4 معالق كبار. يبقى كوبايه الا ربع لبن عليهم 4 معالق كبار كريم شانتيه. بقلبهم كده كويس لحد الكريم شانتيه ما يدوب في اللبن كده خالص. يعني هي فكره الكريمه، بس بدل تكلفه الكريمه العاليه اللبن والكريم شانتيه الباودر ده هيديني نفس قوام ونتيجه الكريمه. هحط اللبن والكريم شانتيه الباودر كده على النار لحد ما يغلوا معايا. بصوا اللبن بالكريم شانتيه غلي معايا. لو تاخدوا بالكم بصوا حتى القوام تقل ازاي. يعني القوام ما بقاش قوام اللبن العادي، القوام تقل. اول ما بيغلي كده بضيف عليه 300 جرام شوكولاته خام، تكون مثلا كده شوكليت شيبس او تكون مبشوره. اول ما بحط الشوكولاته على النار على طول بطفي، ما بسيبهاش ثانيه واحده، وبقلبها بقى كده بالمضرب لحد ما تدوب خالص معايا. بصوا الكيكه قعدت معايا في الفرن حوالي ساعه ل5 دقايق. اول ما بتطلع كده سلكت الحروف بالسكينه واطلع منها ورقه الزبده كده بالراحه. من غير ورقه الزبده مش هتعرفوا تقلبوها خالص. شايفين ما شاء الله هشه وطريه ومنتفخه ازاي، ما شاء الله تحفه. اسيبها بقى كده لحد ما تبرد خالص، واول ما اتاكد ان هي بردت خالص الفها بستريتش كده واشتغل فيها اقل حاجه بعد ساعتين. لو طبعا من بالليل للصبح يكون افضل، بس لو مستعجله لازم تريحيها الاول بس تكون ملفوفه عشان ما تنشفش، مش اقل من ساعتين. بصوا الجناش سبته لحد ما برد معايا خالص، ودلوقتي هضربه بالمضرب الكهرباء. بصوا لو تلاحظوا كده وانا بضربه لونه بيتحول من الدارك الغامق قوي، لونه بيفتح كده بيبقى بني، لان انا هستخدمه في حشو الكيكه فعايزاه يبقى بالشكل والقوام ده. بصوا انا ضربته حوالي 3 4 دقايق كده لحد ما بقى باللون والشكل ده. بصوا انا ريحت الكيكه معايا حوالي 3 ساعات، كانت ملفوفه طبعا بستريتش عشان ما تنشفش. بصوا اول حاجه بجيب سكينه مشرشره كده زي دي وبشيل الوش كده بالراحه.
خلاص كده انا شلت الوش بتاع الكيك، واجيب بقى المنشار بتاع الكيك ده وبظبطه على 9. بصوا اخر رقم بمشيه كده على الرخامه من غير ما احركه خالص. ده ميزته ان هو بيطلع لي طبقات التورته او الكيك طبقات متساويه. يعني بصوا ده اول ديسك كده طلعناه، شايفين ما شاء الله الكيكه هشه وطريه ازاي. يعني بصوا ما اتحشتش ولا حطينا لها اي حاجه، وما شاء الله تحفه. بصوا جبت معايا ربع كوبايه لبن وعليها معلقه صغيره كاكاو محلى اللي هو بتاع الاطفال، معلقه صغيره مليانه. بسقي كده طبقات الكيك. هو الكيك هش جدا وطري جدا، بس الخطوه دي برضو بتخليه اطرى واحلى. مش كتير، حاجه بسيطه. الميه السخنه كمان اللي ضفناها في الخليط بتخلي الكيكه هشه وطريه جدا. شويه من الجناش كده اللي عملناه، شايفين ما شاء الله ناعم وكريمي ازاي. تاني طبقه برضو كده فوقيها، حطيت عليها تاني طبقه كيك واضغطهم كده بايدي بالراحه. نسقيها برضو زي ما عملنا في اللي تحتها. اخر طبقه بقى بحطها على التورتايه، الطبقه اللي هي اللي كانت تحت خالص، مش اللي انا شلت منها الوش، لان هي دي الطبقه اللي بيبقى وشها كده املس ومستوي، هي دي اللي بنحطها فوق وش التورته. يعني اخر طبقه من تحت هي اللي بنحطها فوق وش التورته. بصوا نقلت الكيكه كده على شبكه وتحتها صينيه. بصوا للطبقه الخارجيه خالص بقى بتاعت الفادج كيك، دي كوبايه نوتيلا حطيتها في الميكروويف كده حوالي دقيقه لحد ما دابت معايا خالص، لحد ما ساحت معايا كده يعني. وعليها 3 معالق كبار زيت. اصب عليها بقى النوتيلا كده فوق الوش. مهم قوي تكون على شبكه وتحتها صينيه عشان اللي يفيد احطه تاني. تنزل عليها هتغطي الحروف وهتلزق فيها وهتمسك فيها، ما تقلقوش خالص. بس بعد ما بنفرد النوتيلا عليها كده مهم قوي نحطها ساعه في الفريزر. خلاص كده قعدتها ساعه في الفريزر لحد الشوكولاته ما مسكت عليها كويس قوي. بقطعها بقى كده. اهم حاجه برضو في الموضوع السكينه تكون شرشره. بس بنزل على طول كده وبقطع على تحت. كل مره بحط السكينه في ميه سخنه وبعد كده بنشفها كويس قوي. بصوا هي ممكن التورته دي تتقطع على 10، بس انا هقطعها النهارده على 8. بصوا جبت كده وحدات عين جمل، وده دست ذهبي. ده بيتباع في كل مستلزمات الحلواني وسعره مش غالي خالص، في منه ذهبي فضي اوكسيديه كل الالوان يعني متاحه وثمنه مش غالي. بصوا بفرشه كده صغيره مخصصه للحلويات وبدهن عين الجمل كده بالدست الذهبي ده. اللي ما يعرفش كيكه الفادج كيك دي، اللي هي كيكه الشوكولاته الغنيه الدسمه دي، اللي لو كلناها في كافيه كده او محل او حتى اتقدمت لنا في بيت نقول الله ايه الكيكه الحلوه اللي طعمها حلو اللي محشيه كريمه حلوه دي، هي الكيكه دي. فادج كيك من احلى واطعم الكيكات، والطريقه دي كمان هتطلعها معاكم ان شاء الله روعه. يعني خدوا كلامي ثقه وجربوها وهتشوفوا بنفسكم. يعني القطعه الواحده منها بس بتتباع برقم، ووالله دي احلى كمان من اللي بتتباع بره.